تنظم مساء اليوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة تظاهرة ساعة الأرض، وسيتم خلالها إطفاء الأضواء بهذا الشارع وبالمقاهي والمحلات والنزل الموجودة به وتعويضها بإنارة قرابة 5000 شمعة. تظاهرة بيئيا خرطت فيها تونس في أكبر عملية بيئية عالمية من أجل حياة أفضل على كوكب الأرض، في بادرة تعكس وعي ملايين الأشخاص بأهمية مكافحة العوامل التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. ولمعرفة المزيد ينضم إلينا مباشرة من شارع حبيب بورقيبة الزميل طارق بن معاوية. طارق، أهلا بك جلال. طارق، لو تصف لنا أجواء هذه التظاهرة. الأجواء نحن الآن في شارع حبيب بورقيبة، الأجواء تقريبا حقيقة منعشة. هناك منذ قليل حضر رئيس الجمهورية المؤقت المرزوق بالإشراف على هذه التظاهرة. بعد تقريبا دقيقتين ستطفى الأضواء بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، وهناك الآن تم إفعال وإيقاف تقريبا 5000 شمعة في إشارة تضامنية في تظاهرة رمزية ترمز إلى المخاطر التي تهدد الكرة الأرضية من خلال الاحتباس الحراري، وهي دعوة للحكومات وللسياسيين لتحريم استعمال الوقود الأحفوري وتعويضها بالطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة. اترك الصورة تعبر عن نفسها. في هذه اللحظة بالذات تم إطفاء الأضواء بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، وهناك كرات بأن نعم طارق، هذه التظاهرة بما أن أول مرة تستدعى تونس من طرف المنظمة العالمية للطبيعة، وهناك 7 ولايات تشارك في هذه التظاهرة، وهي دعوة كما قلت إلى التخفيف في المخاطر التي تهدد الكرة الأرضية. وآخر التقارير العلمية تقول بأن تقريبا 150,000 شخص يموت سنويا من جراء اختلالات أو اختلال المناخ في العالم. هناك تقريبا 20% من مختلف أنواع حيوانية وأيضا نباتية قد تم إتلافها، لأن هناك اختلال على مستوى البيئة، اختلال على مستوى المناخ. نلاحظ أعاصير هنا وجفاف في مناطق أخرى، وكل ذلك بسبب الاستعمالات المكثفة للغازات البذيئة التي تسبب على مستوى المناخ الجوي وتساهم في ارتفاع درجات الحرارة. الأجواء هنا كبيرة جدا. الحلقات تتعادى احتفالا في هذا اليوم أو احتفالا بهذه الساعة، ساعة من أجل الأرض. وكتب في الشروع هنا رحم 60 دقيقة مع علامة زائد في إشارة إلى 60 دقيقة إلى ساعة، والأمل بأن تصل هذه المدة إلى أكثر من ذلك، ربما ساعة أو ساعتين، إهداء من البشرية